بسم الله الرحمن الرحيم، وألف الصلاة والسلام على سيد المرسلين. السلام عليكم يا مواصلي. أعرف أنا مقصر معاكم، وصار لي مدة لا حكيت معاكم ولا قدمت لكم حلقة جديدة. بقى أنا دقللكم ليش؟ وأنتم بنفسكم احكموا إذا كان عندي حق ولا لا. الحقيقة يا أخوتي، كثير صعب واحد يعمل حلقة إذا المزاج ما موجود، وهالأيام كويت خلقي ضيق، ما نقدرش على الأمور اللي قد تصير بالموصل وبالعراق وتقريبا بكل مكان بالعالم العربي. أدحق على الشباب هوني باستراليا، واحد صيبغ شعره أخضر، والله صيبغ شعره بنفسجي، والله كان خلاله مخاطب خشمه، والله كان خلاله خرج بلسانه، وما عندهم هم إلا الرقص والمخدرات والسكر وكل شيء اللي ما أنزل الله به من سلطان. وقارن بولادنا من يطلعون على الشارع شايلين دم مكفم قدام اللي ما يرحم ولا يخلي رحمة الله تنزل. وأقول يا رب ليش؟ هذول ما أوادم لكن خطيين، ولدوا بالحروب وعاشوا بلا كهرب وفقدوا الأمان، واللخخ حيغين بزمانهم أشط العولم شي جديد يونسون نفسهم بينه. بقى ما أريد أذكر لكم على المهرجان اللي يعملونه سنويا هوني باستراليا، مال هذولي الشاذين لمن يطلعون بالشارع نص مشلحين يهزون جسمهم ويتمرقصون، ويا لطيف رجيل تبوس رجيل ونسوان تبوس نسوان، والناس تصفق لهم وتضحك عليهم، وهي رجيلهم ونسوانهم محمغين ومخططين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقد شي لعب النفس والله العظيم يا جماعة. بقى وين نحنا ووين هي؟ بس واحد أشك بيده غير أنه يقعد يدعي. بقى أنا هم دائما أدعي لكم وأريدكم أنتم هم تدعون معاي وتقولون اللهم يا رحيم، إن كان يرضيك ما نحن فيه فزدنا منه، وإننا بحكمك لراضين، وإن كان لا يرضيك فاكشفه عنا إنك أرحم الراحمين. بلكي الله يشيل هالغضب عن مدينة الموصل. ولا تنسون مدينة الموصل وأهل الموصل ذكرهم الله بالقرآن الكريم عندما قال بسم الله الرحمن الرحيم: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. صدق الله العظيم. يا رب اجعل هذاك الحين اللي قلت علينا بالقرآن الكريم يكون إلى يوم القيامة، حتى يعيشون أولاد الموصل وأهل الموصل برحمتك وبتمتعك من هسه إلى يوم القيامة، وما يمر عليهم يوم يخشعون بينه لا عذاب ولا تعب مثل اللي يخشعونه هالأيام. ويا رب ارحم اللي راح منهم برحمتك، واجعله مع الشهداء، ما مهم من أي جهة يكون،
كل واحد مات من أهل الموصل الله يرحمه. ويا رب صبر هالأمهات وهاللي غاحلم عزازم على قلبهم، واعطيهم رحمة النسيان، خليهم ينسون حتى يطيقون يستمرون بحياتهم. ويا رب اهدي عبادك ودخل الحب بقلبهم وشيل الكراهية منهم. يا رب كون معاهم كل خطوة يخطوها، واحد واحد ووحدي وحدي، وكل عوائل أهل الموصل وكل عوائل العراق اللي قيعانون واللي ما يغشعون بصيص أمل بنهاية الطريق. أعطيهم أمل يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ائتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. والله يا أخوتي أنا ما يعجبني أحكي مثل المليلي، وكان بنفسي لو أحكي لكم فقد حكي ولا قوش ما ضحككم بيها ونسكم بيها وانتم خلقكم ضيق، بس أنا همينا من قلة حيلتي ومن اللاجارة، لأن ما أعرف ايش أعمل وأشون أساعد أهلي وأشون أساعد ناسي حتى يطلعون من هالضيق اللي هي بينه، غير أنه أقعد أدعي من الله أنه يفرج عليهم ويدخل الحب بقلبهم ويبدل هالكراهية اللي دخلت بين الناس إلى تسامح ومحبة وتفاني، ويكون يا رب ترجع مدينة الموصل لأهلها ويرجعون أولاد اللي تغربوا وطشروا بكل هالدنيا هذه يخدمون هالمدينة ويعمروها من جديد ويصلون بجميع الأنبياء اللي مدفونين بهالمدينة، من سيدنا يونس إلى النبي شيت إلى النبي جرجيس إلى الخضر. بلكي البركة تحل بيهم، بلكي الله يبارك لهم برزقهم وبولادهم ويطول أعمارهم أحسن مما يتقتلون بالشوارع. الحمد لله والشكر يا رب. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. بقى أمرنا لله الواحد القهار. حلقة اليوم طلعت وكنيها وعظ، وأنا ما أريد أوعظ أحد، لأن أنا نفسي ما أقرب من هذاك الواحد لا للدين ولا إلى الله سبحانه وتعالى. الله يقول إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ماكو داعي واحدنا يروح هوني ولا يروح هنوك ولا يتوكل بهالوكيل ولا بهذاك التقي حتى يحكي مع الله تعالى. من بيته يطيق يدعي، من حديقته يطيق يدعي ويتوسل بالله أنه يشيل هالغم وهالنقمة هاي اللي حلت بالبلد ويعطيها الأمان ويعطيهم الرزق بجاه كل من عنده جاه. والله يا أخوتي ما كان يجي ببالي في يوم من الأيام أنه أعمل حلقة مثل هالحلقة مال اليوم، بس اللي قد أغشعه واللي قيصير يشعل القلب. خلينا أمرنا لله. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. صدق الله العظيم.